مع تابوتا بأنها حسابات مغربية في نهاية المطاف. هنا هذا الوسم، يعني الهاشتاج الذي كان مصدره المغرب ماني شرادي، هو ليست حسابات مواطنين عاديين، يعني هو تابع لمخابر تعمل وفق استراتيجية معينة ذات أهداف محددة، رئيس تحريرها في الرباط. أنا مانيش راضي على المستوى الوطني، مانيش راضي على إعلام العار، ومانيش راضي على جماعة. أنا راني مع بلادي باسك أغلبهم جهلة ورسانهم خونة. كيفاه ولا لي يقول مانيش راضي على الأوضاع؟ مواطن يشكي وحب يغير من بلادو، وشباب نعرفهم. أنا على بالي النقطة تاع مانيش راضي منين بدات، قلبوهم عملاء وخونة وأيادي خارجية. يعني اكسر البلاد، اسرق، دير 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 دير، اسكت. تقول لي انا ماني مع بلادي؟ شكون خاين؟ كاين ناس جهله ما على بالهاش، بصح كاين ناس هذه تاع انا راني مع بلادي واعلام العار هذا هما الخونه. اسمع، خلينا بلادي تروح تكسر ونسكت. انا كمواطن ما نهضرش، واذا هضرت تولي عميل وخاين. عقبت علي هذه ونعرفهم. سي بون، سي ما لحقت لواحد الدرجه من كرهنا. جبت باسكو كرهت، باسكو اهضر ولا قعد. عم الجهل والخونه ولاو يهضروا على الناس اللي يحوسوا يناضلوا يسقموا بلادهم، يقلبوهم هما اللي خونه، ولا الكذاب هو المليح، ولا هذا الحق هو اللي مش مليح، ولا السراق هو المليح، والامين هو اللي مش مليح. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح والمدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. وبداخل المغرب تتوالى الارتدادات والاحتقانات التي باتت ترسم صورة المغرب الجديدة. في المغرب مانيش راضي عما قدت الحالة المرضية للنظام الجزائري بنظريات المؤامرة اللي يختبئ وراءها كشماعة كالعادة. المخزن، المروك، المغرب أحسن طريقة للتغطية على الفشل، على الحالة تاع الامتعاض الشعبي تاع الجحيم اللي يعيشوا الجزائريين. خرجوا داروا صرخة، النظام الجزائري يختبئ وراء ماذا؟ وراء نظرية المؤامرة. المغرب 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 صباح وعشية. من خرجوا بالهاشتاغ قال لك باللي ما من الجزائريين ومن المخزن، يعني نزعوا الجنسية على من يمتعض أو من يعبر على رفضه للأوضاع. جزائريين عايشين داخل الجزائر أطلقوا الهاشتاغ، ولكن الحالة المرضية اليوم صباحا ومساء، وشوفوا كيفاش تتكرر نفس الكلام حرفيا يكررونه. معناتها كاتب السيناريو هو ثكنت عنتر في بن عكنون. القضية معروفة بشكل مفضوح وبشكل يعني سخيف جدا. الصورة اللي صرنا نعطيوها للبلد، هذا التركيز اليومي على بلد آخر يعود التركيز على مشاكل الجزائريين، والله المستعان.